طيب بُصّوا بقى، أنا لا أؤمن بفكرة المؤامرات الكونية، يعني كأنه الكون ده هيقعد يتآمر على وليد إبراهيم إنه ما ينجحش أو ما يتطورش في حياته، لكن أؤمن بفكرة تضارب المصالح. ربنا قال سبحان الله العظيم قال: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض." ففي تضارب مصالح، وفي مصالح لناس كبيرة أوي، مؤسسات كبيرة أوي، وأنظمة كبيرة أوي، مش من شأنها أو من مصلحتها إنه حضرتك تحصل على المصالح بتاعتك. خلّيني أدّي مثال سريع جدًا. واحدة من الأسباب اللي ممكن تخلّي حضرتك حياتك تتطور، هي إنك تحصل على معلومة صحيحة غايبة عنك في أي مجال أنت عايز تتطور فيه، علاقاتك، وضعك المالي، الوظيفة بتاعتك، الbusiness الخاص اللي أنت عايز تعمله أيًا كان، فأنت محتاج معلومات تاخدها بعمق علشان تطلع تتطور وتحدث تغيير حقيقي في حياتك. طيب لمّا نيجي نبُص على مؤسسات كبيرة زي مؤسسات التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل الاجتماعي، ليه بيقولوا لكل الناس اللي بتعمل محتوى كل ما قلّلت الفيديو بتاعك عن 3 دقايق، كل ما هنساعدك ونساعد الفيديو ده إنه يوصل لأعداد كبيرة جدًا حتى من غير ما تدفع عليه فلوس. ليه كل ما قلّلت الوقت اللي تدّي فيه المعلومة، كل ما قلّلت أكتر الوقت، كل ما ادّيت أكتر المنصات ديّة ساعدتك أكتر إنك توصل. تعالَ بُص كده على الموضوع ده، لو أنت حضرتك النهارده بقيت واعي أكتر، بقيت فاهم أكتر، بقيت بتاخد الحاجة بعمق أكتر، مش هتقعد تستهلك محتوى على السوشيال ميديا، عمرك مش هيتسرق على السوشيال ميديا، ولذلك دي سياسة من سياسات المنصات دي، وقيس على ده حاجات كتيرة جدًا. طيب أنا باسجل الفيديو ده ليه؟ علشان أنا مش جاي أكلمك في 3 دقايق، أنا هاحاول الفيديو ده ما يوصلش 3 دقايق، بس أنا جاي أقول لك أنا عايز منك من وقتك تركيز لمدة 90 دقيقة، هاعمل webinar live أقول لك فيه إزاي تستعيد تاني سيطرتك على كرسي السواق بتاع حياتك، ما ينفعش تفضل عايش حياتك ومش أنت اللي قاعد على كرسي السواق، الناس اللي بتحركك، المواقف اللي بتحركك، مشاعرك اللي بتحركك، كل حاجة تانية في الحياة بتحركك وأنت مش دريان بحاجة. فلو أنت مهتم تحضر معايا الwebinar ده، لو حقيقي هتقدر توفّر من وقتك 90 دقيقة علشان النسخة المستقبلية منك تشكرك، هتلاقي حوالين الفيديو ده ما أعرفش هتتفرّج عليه فين، بس دَوّر على لينك الواتساب، ابعت لي عليه قُل لي IGS وأنا هابعت لك رابط التسجيل في الwebinar المجاني، ونقعد مع بعض 90 دقيقة أساعدك إن شاء الله إنك ترجع تستعيد سيطرتك على حياتك، وأشوفك على بإذن الله live على خير، سلام عليكم.